السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening, good afternoon أو good morning، على حسب بقى أنت فين وبتسمعني من إيه ولا من أي مكان. ربنا يبارك فيكم. قبل ما نبدأ كده اللايف، أحب أشكر الناس اللي نورتنا وحضرت معانا السيشن، سواء كان في النايل تيسول في الاي يو سي، او حتى الناس اللي يعني نورونا. وربنا يا رب يبارك فيكم وفي تطوركم وفي حرصكم على العلم والتعليم. نورونا كتير جدا جدا ما شاء الله. وكان يوم بصراحة الواحد يفتكره. انا مش ناسي ابدا حد كده بعد السيشن كان بيقول لي والله يا مستر يوسف، لو المؤتمر ده انا جيته عشان استفيد من السيشن اللي انت عطيتها في السبيكينج وازاي تدرس التحدث للطلبه الضعاف بالافكار اللي احنا قلناها، قال لي دي كفايه بالنسبه لي. فده اكتر كومنت او اكتر تعليق او ريفيو جالي في خلال المؤتمر ده كله. بصراحه الدنيا كانت مخلاني مبسوط خالص. ربنا يبارك فيكم. وده ليه دوره الكبير قوي قوي في تشجيع الناس انها تكمل. عندنا برضو الايديو كاست مع محمد نبيل، ما شاء الله عامل عظمه. يعني مش عايز اقول لك، نبيل عامل عظمه كبيره قوي. انا ما شفتش زيها بصراحه. واتمنى ان شاء الله ان الناس تفوق كده وتواكب الدنيا اللي بتحصل دي في السيشنز. والله النهارده احنا سبب اللايف، وان كنت عارف ان الناس بعضها مشغول حبتين، الا ان قلت اطلع كده افضفض معاكم في حاجه مضايقاني شويه، الا وهي التيتشرز. طبعا انا مش اهل ان انا انتقد حد، لان اكيد يعني nothing is perfect، او البرفكشنزم ده حاجه خياليه خالص مش موجوده. انا بخطئ وغيري بيخطئ والناس كلها بتخطئ، ولكن في اخطاء الواحد يمشي الحال فيها، وفي اخطاء تاني بصراحه غير مقبوله. زي ايه؟ زي ان انا مثلا اقابل تيتشر معين او شخص معين ويقول لي انت مصدع دماغك ليه بالتطوير والمؤتمرات، ما تقعد تشوف دروسك احسن. بصراحة دي حاجة يعني لازم ان احنا نتكلم مع بعض شوية. تاني واحد بيقول لي وانت سايب ولادك وحالك ورايح البريتش كونسل ورايح الاي يو سي ومسافر بره تاخد كورس ومش عارف اخدت مش عارف ايه من بره وبتعمل ايه لازمه ده كله لما انت هترجع تشتغل تاني مدرس عادي؟ فبصراحه دي حاجه خلتني افكر في اللايف بتاع النهارده، الا وهي انا ليه بعمل ده كله؟ انا ليه بعمل ده كله؟ بعد الاستعانه بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حسنا كمسلمين، وكمان غير المسلمين حبايبنا واخواتنا على العلم والتعليم وفايدته واثره. من اجمل المقولات اللي خلتني افكر بشكل كويس الا وهي تعلموا العلم فانكم لا تدرون اينما تحتاجونه او متى تحتاجونه. الحمد لله رب العالمين. طيب الفكره نفسها في ايه بقى؟ الفكره نفسها هو ان شخص وقفني مخصوص وبيقول لي هو انت يا مستر يوسف، ام سو سوري، عندنا طبعا جو البرد اللي هو شغال بقاله 3 ايام ده، ايه اللي يخليك تسيب ولادك وايه اللي يخليك تسيب شغلك وتعمل ايه وتروح المؤتمرات دي وتصدع دماغك وانت راجل اوريدي شغال؟ والله لاكتر من سبب ديني، الا وهو التعلم وطلب العلم، لانه فرض على الانسان. الله عز وجل بيقول يعني في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. ازاي نتساوى؟ مفيش. حتى لو انت مشهور وقدامك طلبه هي مش عارفه اصلا انت بتديها ايه،
تحت ان انت بتضحك شويه وتهزر شويه. احنا مش زي بعض، احنا مش زي بعض. ان انا اكون عارف انا بعمل ايه وازاي وفين، والطالب ده بوصله من مكان معين لمكان معين. هل هنتساوى زينا زي ناس هي شغاله بالبركه؟ اكيد لا. طيب ده رقم واحد. السبب التاني يا جماعه الا وهو تغير وتطور الانظمه من وقت لوقت تاني. بمعنى ايه؟ كنا في نظام الثانويه، بعدها نظام سمعنا عنه اسمه الامريكان، ابتدى يشتهر في كل مكان بعد ما كان مقتصر على فئه معينه من الناس. دلوقتي بقى الدنيا كل حاجه في اي حته، في كل مركز تلاقي ناس تقول لك والله انا عندي يا مستر يوسف الامريكان ده اتشهر خالص. طيب برضو ان انت يكون ليك زميل ويبقى عندك غبطه او عندك غيره، بس غيره محموده، غيره شريفه، ان انت تطور نفسك زيك زيه، برضو ده حاجه مهمه قوي قوي وما ينفعش تهمل فيها. ما ينفعش تبقى يعني في زي الامم زي ما بيقولوا. فانا بالنسبه لي انا كتيتشر اوف انجلش لشويه سنين كده لورا، بصراحه ما اقدرش استحمل ان انا اشوف كورس يقدر يخدمني وكورس محترم مع ناس محترمه واسيبه. ده انا معرفش انت بقى ايه. طيب هل ده عشان انت مرتاح ومعاك فلوس تاخد كورسز؟ والله العظيم لا. هل ده عشان انت عندك وقت فراغ؟ اكيد لا. هل ده مستر عشان انت العائله بتاعتك سايبينك تعمل اللي انت عاوزه في اي حته في اي حاجه؟ والله لا، زينا زي بعض. كل اللي فيها ان انا واخد الموضوع ده ان انا طالما اتخصصت اتورطت. طالما اتخصصت اتورطت. يعني ايه طالما اتخصصت اتورطت؟ يعني بكل بساطه كده ان انت طالما اتخصصت في مجال معين او في حاجه معينه لازم، يعني لازم قوي بشده ان انت تبقى قد المسؤوليه دي، تبقى قد المسؤوليه. طب انا كتيتشر، خصوصا التيتشرز اوف انجلش اللي هم سامعيني دلوقتي، اطور نفسي ازاي في حياتي المهنيه او في حياتي عموما؟ بص، هو انا بعتقد ان التدريس ده جزء من الحياه. التدريس ده جزء من الحياه. فانت مطلوب منك يبقى عندك communication skills كويسه وواضحه. بمعنى ايه؟ بمعنى هنشتغل اولا على اللغه، هنشتغل اولا على اللانجوج بتاعتك. هل حضرتك او حضرتك فعلا في مكان محترم B2 او B2 بلس او C1 ولا لا؟ ده زيرو، ده كده الزيرو بوينت او الستارتنج بوينت، مش هنسميها زيرو. ان انت دلوقتي هتاخد كورسز في التدريس ملهاش اي قيمه، هتاخد مش عارف تيفل، هتاخد تيسول، هتاخد مش عارف تي كي تي، هتاخد مش عارف، طالما مستواك اللغوي مش مؤهل ككتابه وكتحدث، اسف جدا جدا، حضرتك كده لسه برضه مش مؤهل. يعني انا مثلا كنت عامل حاجه من قريب، بقول يا جماعه انا عايز مدرب يشتغل معايا في الاكاديمي اللي هي الوايزر اكاديمي اللي بندي فيها الجنرال والكونفرسيشن للتيتشرز، عاملين فيها كورس حلو قوي اسمه الطلاقه، اللي هو بياخد معاك فتره قليله في الطلاقه وكده. فلقيت ناس بتقدم السي في كاتب تيسول وتيفل والله، وفي ناس سلتا واخد هاو تيتش ايلتس ومش عارف هاو تيتش ان انترناشونال سكولز. بس تيجي بقى للواقع الحقيقي، اللغه بتاعته حرفيا صفر. يعني مثلا يقول لك and I want to improve myself. طب ازاي؟ طيب انت واخد الشهادات دي كلها ليه لما انت مش تعرضها بشكل كويس؟ فرقم واحد عشان اطور من نفسي كتيتشر او كحد عايز يتحول من تيتشر لتيتشر ترينر او ترينر لاي كورس من الكورسز، رقم واحد اللغه بتاعتك B2 او B2 بلس او C1. طيب رقم اتنين، ربنا يبارك فيك يا رب تسلم. رقم اتنين ايه؟ رقم اتنين ان انا يكون عندي ميثود للطريقه بتاع اللغه بتاعتي تكون كويسه. يعني الحد الادنى ان انت يبقى واخد تافل مثلا في مكان محترم، معاك فلوس السلتا ما تاخدش التافل، ولا تاخد حاجه اسمها الميني تافل، ولا تاخد حاجه اسمها سلتا بريبريشن، ولا الكلام ده كله عن تجربه ما فادنيش في حاجه.
عن تجربه، هتخش مع حد محترم عنده ريفيو كويسه مع الناس، الدنيا بتاعته تمام التمام، بتستعين بالله وتتوكل على الله، خلاص على السلطه خلاص. لكن ما ينفعش معلش تشطح بخيالك كده وتقول هخش دلتا موديول 1. ايه اللي جاب ده لده؟ انت ما عندكش ليفل 5 تخش على ليفل 7؟ ربنا يبارك فيك، يعني تيجي ازاي يعني؟ لازم يبقى عندك حد ادنى من التدريس وتكون جربت، عشان لما تكتب مشكله او عندك حاجه بتعمل لها ديسكشن، ريتن ديسكشن في الاساينمنتس بتاعتك، تبقى عارف اصلا ان انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه، بتحط مشكله حقيقيه وبتحط لها حلول حقيقيه. فانت يعني ازاي يعني بتتكلم ازاي تنقل من كورس لكورس كده وخلاص؟ يبقى رقم واحد قلنا اللغه بتاعتي تكون كويسه. رقم اتنين يكون عندي ميثود محترمه اعبر بيها عن اللغه اللي معايا، ان انا وانا بشرح ابقى بشرح بوضوح، عارف بقف ازاي، بدي الانستراكشنز بتاعتي ازاي، بشرح بفريم ورك معين. عادي ممكن الفريم ورك ده مش قران امشي عليه ولا انجيل، عادي ممكن اغير فيه خالص طالما ده هيخدم على الفرير براكتس بتاعتي او الاوت كام بتاعي. عادي عادي، خد الامور ببساطه. كامبريدج دي مش جزء امتنا يعني، خد الامور ببساطه. طيب رقم 3 يكون عندي نتوركس. تخيل ان واحد معاه لغه ومعاه ميثود كويسه ومحترمه وجميله، بس للاسف الشديد مش عنده معارف وعلاقات توصله مكان محترم يشتغل فيه. يعني انت تخيل واحد سي 1 ومعاه الحد الادنى من التدريس تافل او سلتا، والدنيا حلوه معاه قوي، بس مش عارف يشتغل فين، فبيشتغل في قريه جوه كذا. طبعا ده مش تقليل القيمه لان انا من مكان زي كده بالظبط، ولكن هو نفسه مش عنده النتورك اللي توصله للمكان المحترم براتب محترم. فانت معلش بتحط الناس مش عارفه الفرق ما بين النحاس والذهب، بتديهم ذهب وهم يفتكرون نحاس. انت فاهم قصدي؟ فانت كده بتهدر المكانه بتاعتك، وبتهدر المجهود اللي انت بتبذله في مكان مش في محله. اه تسلم تسلم، ربنا يبارك فيك يا رب. يا ريت لو حد ممكن يستفيد من اللايف ده نعمل له شير. لو حد هيستفيد، لو مش مفيد خلاص انسى اللي انا قلته لك. فاحنا كنا بنقول احنا دلوقتي بنطور نفسنا عشان التطورات الجديده اللي حصلت. ده من ناحيه. الناحيه التانيه ان انا لازم يبقى لي مكان، طالما اتخصصت فانا اتورطت، فلازم يبقى لي مكان، ومكان محترم في وسط ناس محترمه اشتغل معاهم. رقم 3 ان انا عاوز حضرتك ما تهدرش وقتك على الفاضي. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مستوايا مثلا ما يكونش سي 1 او بي 2 واقول والله انا مستوايا اي 1 او اي 2 كتيتشر، اصل الكليه ظلمتني، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، وافضل اخلق اعذار حواليا تخليني ان انا اتاخر، او اقول والله انا هذاكر مع نفسي، ايه اللي يخليني ادفع في كورس؟ لا معلش، يعني الحاجات دي مهمه قوي، الحاجات دي فيها دراسات وناس متخصصه بتشتغل معاك، فاهمني؟ فانت ازاي تقول الحاجات دي؟ يعني انت ازاي هتشتغل لوحدك في السبيكنج؟ طيب معلش، هتسجل لنفسك ماشي حلو جميل انا معاك، بس ازاي هتصحح لنفسك؟ هتدي الفيدباك ازاي؟ هتعرف ازاي ان الحكمه انت معلش مين اللي بيقول على الحاجه الوحشه بتاعته انها حلوه، انها وحشه؟ يعني اكيد هيقول حلوه، اكيد هيقول يا ده انا اتكلمت كتير قوي النهارده ما شاء الله، ده انا البرونانسيشن بتاعي مش عارف ايه. ده طبيعي لان انت سامع نفسك، مش احنا اللي سامعينك، فاهمني؟ فاحنا عايزين بشكل عام نظبط اللغه بتاعتنا، وعشان كده احنا عاملين كورس اسمه الطلاقه. الكورس ده بنشتغل معاك في السبيكينج كتيتشر او حتى متخصص او حد عايز يشتغل في التيتشنج، ماشيين من اول ليفل 1 البيسك في الكونفرسيشن لحد ما بتوصل حاجه كده عاليه ومحترمه تقدر تقف على رجليك. طيب الميثودولوجي، والله في اكتر من مكان بيوفر الكورس ده، سواء كانت سيلتا او تافل او تيسول او حاجه زي كده. لو حابب ان احنا نساعدك في الموضوع ده تقدر تتواصل معايا واقول لك والله من خبرتي انت محتاج 1 2 3 4. الاول بعمل لك طبعا تحديد مستوى، وبقول لك
انت مستواك كذا بكل امانه، وده طبعا على السيفر اللي هو الفريم ورك اللي هو اليوروبيان فريم ورك لللانجوج. فاقول لك مثلا والله انت مستواك ده في الايلتس يجيب لك كذا، وفي التويفل يجيب لك كذا، في السبت يجيب لك كذا، فمعناها ان انت مستواك كذا، محتاج تشتغل على ده وده وده. هتعمل ازاي؟ ده شغلنا. طيب بعد ما نظبط ونتاكد ان لغتك تساعدك او الدنيا حلوه، بنعمل ايه؟ بندخلك كورس تاني اسمه التيتشنج، هاو تو تيتش. بنشرح حاجه كده خفيفه خالص، ازاي تعمل اسسمنت، ازاي تدرس طلبه ضعيفه اصلا اللي هم اللو ليفلز، ازاي تدرس بقى السكيلز والسيستمز، اذا كان هاو تو تيتش ريدنج رايتنج سبيكينج listening، ازاي تدرس الفوكاب الجرامر الفانكشنال لانجويج، ازاي تظبط الحاجات دي كلها. طيب في النتورك حضرتك اخدت معانا مثلا كورس السبيكينج، وانت اصلا التيتشنج معاك الدنيا حلوه، خلاص يبقى انت مش مستاهل ان انت تكمل. بنشوف لك شغل معانا في الاكاديمي، او بنشوف لك شغل مع الاكاديميات التانية اللي احنا عاملين مع بعض، زي يعني كونكشن كده مع بعض، تسميها بقى سبونسر شيب، تسميها بقى اللي انت تسميه علاقات. تمام. طب حضرتك اخدت معانا الكورس اللي هو الكونفرسيشن، واخدت معانا كورس هاو تو تيتش، صح كده؟ هل بنسيبك؟ لا مش بنسيبك، بيبقى عندنا حاجه اسمها تيتشنج براكتس، بتدرس طلبه حقيقيين وبتاخد عليهم فيدباك، وبعديها لو حضرتك جبت اباف ستاندرد ل 2 تي بيز من اصل 4 احنا بنعملهم، حضرتك بتشتغل معانا من اول يوم براتب. يعني مش بنقول لك حاجه اسمها تحت التدريب، لا، احنا بنشتغل مع بعض من اول يوم براتب. طيب ابدا ازاي الخطوه دي؟ رقم واحد ان انت تسيب لي تعليق او تتواصل معايا على الواتساب، بفهمك كل حاجه انا بنفسي او حد من الاسيستنتس، بنفهمك الدنيا دي تمشيها ازاي. طيب رقم اتنين، بنعمل لك تحديد مستوى محترم حقيقي، مش لعب عيال، مش حاجات جايه من على النت، خلاص. وبنقول لك انت مستواك في الحته دي، احنا عايزين نوصل في الحته دي، انت مستواك هنا، احنا عايزين نوصله هنا. تمام. رقم ثلاثة، بنحطك كده في مود معين، في جروبز معينة بتساعدك ان انت تبراكتس الانجليش بتاعك او الميثودولوجي كل يوم. كل يوم كل دقيقة في ناس معانا من كل دول العالم شغالين معاهم بنظام حاجة اسمها يعني شيرنج كلاسز، بنحضر لبعض وهم بيحضروا لطلابنا وطلابنا بيحضروا معاهم وطلابهم هم بيحضروا معانا، وحضرتك بتشادو، بتعمل حاجه اسمها شادوينج، بتشوف وبتوبزرف الموضوع وبتشوف التيتشر النيتيف ده اللي معانا بيعمل ايه واحنا نفسنا بنعمل ايه والدنيا ماشيه ازاي. فانت بتتعلم عن طريق النوتسنج او الملاحظه، انت بتتعلم عن طريق الملاحظه. ده كان سريعا سبب اللايف، الا وهو ليه اطور نفسي. وانت عمرك ما هتلاقي نفسك وقت فاضي عشان تطور نفسك فيه، لازم تخلق الوقت ده، لازم توجد الوقت ده. وزي ما بيقولوا في الحكمة always busy people have time، دايما الناس المشغولة عندهم وقت، دايما الناس المشغولة عندهم وقت، مفيش حد مشغول قد الشخص الفاضي، عقله شغله بنفسه وبغيره وبالناس وباللي حواليه. اياك ان انت تكون كده، واياك تلقي لومك على الظروف. ادينا احنا بنمد ايدينا ونقول لك استعين بالله واحنا هنساعدك. كان معاكم يوسف زكي، ربنا يا رب يبارك فيكم، وان شاء الله you are most welcome ان انت ask any question. ونشوفكم على خير في اللايف الجاي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.